ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معاكم الأكلات مع نونا. النهاردة وصفة جديدة ويوم جديد، ويلا تعالوا نشوف وصفتنا الجميلة. النهاردة بإذن الله هنعمل معاكم شاورما وبصلصة التوم. طبعا احنا معانا هنا يعني نص كيلو شاورما متقطعة ومتبلة تتبيل خفيف، عليها معلقة بابريكا. المفروض احط عليها من معلقتين ل3 معالق بابريكا، بس انا كان عندي معلقة صغيرة بابريكا حطيتها عليها بس كده. عندنا طبعا التوابل معانا توم بودر، كزبرة ناشفة مطحونة، ومعانا ملح، ومعانا شوية كمون، وشوية هيل مطحون مع ورق اللورا. ومعانا هنا بصلة متوسطة، وكمان راس كبيرة توم مفروم. طبعا البصلة مفرومة معانا، وهنا معانا ليا مطحونة طحناها في الخلاط، وعندنا فنجان زيت، وطبعا الطماطم البيور بتاعتنا مع معجون الصلصة. هنا طبعا هناخد معانا التوابل بتاعتنا هنحطها كلها مع بعض، وبعدين هنضيف عليها التوم، معلقة توم معلقة مساحة يعني كده، وبعدين هنضيف عليها اللية بتاعتنا كلها المطحونة. طبعا انا بطحنها علشان ايه يعني تختلط مع المقادير كويس. وطبعا بعد كده هنضيف معلقتين زبادي. طبعا الزبادي بيدي ايه طعم وطراوة كمان للشاورما بتاعتنا. وطبعا هنقلب كويس، بنخلط المقادير مع بعض كلها عشان تمتزج. وبعدين بعد كده طبعا بعد ما نقلب كويس جدا هنجيب الشاورما بتاعتنا ونقلبها، نحطها طبعا كلها ونخلطها كويس مع المقادير بتاعتنا. بنقلبها كويس عشان المقادير كلها تختلط زي ما قلنا. وبعدين بعد ما تختلط بقى هنجيب عندنا انا طبعا الشاورما مش هحطها على النار، لا انا هحطها تحت الشواية. فانا هنجيب هنا سرفيز، هنحط زيت الزيتون. طبعا قبل ما اجيب السرفيز انا هحط لكم زيت زيتون من ده، بس الزيت بتاعنا وحطينا فنجان الزيت، ونقلب برضو. هنقلب بقى كويس كده، وبعدين هنجيب طبعا هجيب سرفيز كده واحط الشاورما بتاعتنا في السرفيز بتاعنا. انا طبعا هشويها تحت الشوايه. طبعا انا مش هعملها كويس في السرفيز بتاعنا والشوايه، وبعد كده ايه اقلبها على الناحيه التانية عشان تاخد لون طبعا، وهتتحمر من فوق ومن تحت. نفردها بقى كويس كده معانا. خلاص كده احنا فردناها كويس، ونشغل عليها نروح بقى الايه الفرن ونحطها تحت. هنا خدنا المقلاية بتاعتنا وحطينا فيها معلقة زيت والثوم، وخلينا لون الثوم كريسبي، وحطينا عليها الطماطم البيور بتاعتنا مع المعجون ومعلقة سكر صغيرة، وهنسيبها تتسبك معانا كويس. وبعدين هنشوف هنعمل ايه. نفرشها كده تاخد بس كده. احنا معانا دلوقتي جبنا الشاورما من خدت لون من فوق، وحطيت عليها معلقة صلصة، وهحط عليها البصلة المتوسطة بتاعتنا المفرومة، هنحطها من فوق كده. طبعا احنا قلبنا معلقة الصلصة اللي احنا عملناها الصلصة بالثوم
وقلبناها في الشاورما بتاعتنا. دلوقتي شوفوا شكل الشاورما بتاعتنا جميل ازاي وحلو. ودلوقتي يلا تعالوا بينا عشان نعمل السندوتشات بتاعتنا. طبعا انا هنا جايبه عيش التورتيلا جاهز يعني، وبعمل الساندوتش. وكان عندي مخلل جزر ومخلل خيار مخللاه في البيت، وقليت بطاطس، وعملت السندوتشات بتاعتنا ودهنت الصلصة في الأول. وتعالوا نشوفوا هنعمل ايه مع بعض. اهيت واضح قدامكم اهو. ودلوقتي هنجهز السندوتشات بتاعتنا في السخان بتاعنا ده. سخان السندوتشات جميل بصراحة يعني. العيال طبعا انتوا عارفين بيحبوا السندوتشات بتكون متحمصة وجميلة كده. فانا هحمصها اهيت. شوف الشكل الجميل الحلو ازاي يعني. بصراحة هما بيحبوها كده متحمصة وجميلة. دلوقتي هو ده كان الطبق بتاعنا، ودي كانت وصفتنا الجميلة الحلوة الدليشيس بتاعتنا. شوف شكلها جميل ازاي وحلو. يا ريت تجربوها، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. كانت معاكم الأكلات مع نونا. إلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.